حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير والكومنت الحلو. واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب اللي موجود على قدامكم يعني على الفيديو. النهارده هنشوف مع بعض رساله من حبيبك، اكيد جواه كلام مش بيقوله، فاحنا عايزين نخرجه عن صمته ونشوف عايز يقول لك ايه. ايه الرسائل اللي عايز يوصلها لك، وهنشوف كمان الرسائل دي محتواها ايه او ايه اللي جواها يعني. طيب هنبتدي مع بعض. بسم الله. نقرب انت كده. اوكي ماشي. طيب مبدئيا كده، الشخص ده مهما انتوا كنتوا بعيد عن بعض، كل واحد منكم في مكان وكل واحد منكم في حياته، فهو شايفك، عينه عليك، مش بيقدر ان هو ينساك، مش بيقدر ان هو يتخطاك. ويمكن دي اول رسالة منه، ان هو مش قادر ينساك ولا يتخطاك رغم البعد، هو دايما شايفك ودايما عينه عليك. آه كمان هو عايز يعرف هل آه انت لسه شايفه شخص جذاب ومثير بالنسبة له زي الأول ولا لأ. عايز يقرب منك، عايزك كمان ان انت تقرب منه، وعايزك ان انت تكون على طبيعتك معاه وتتحرر من اي قيد وتتحرر من اي عقبة، تتحرر من اي حاجة ممكن تأيدك. عايزك تكون معاه على طبيعتك خالص خالص. الشخص ده يعني من ضمن رسايله ان هو عايز يقولك ان انت طلعت حاجات كتيرة جدا حلوة فيه، لان الشخص ده ممكن كان شويه عنده شويه عقد او عنده شويه مشاكل يعني مشاكل شخصيه في حياته او من طفولته او اسريه، وانت اظهرت فيه الجانب الحلو، انت طلعت فيه الحاجات الحلوه. آه عايز كمان يقول لك يعني في رساله كده منه ليك، ان هو عايز يقول لك ان مهما حصل ما بينك وما بينه، ورغم البعد ورغم المشاكل، هو لسه قلبه مليان حب ليك، لسه قلبه فيه حب من ناحيتك، وعمر حبه ليك ما انتهى، وعمر حبه ليك ما خلص. مهما بيحصل ما بينك وما بينه من أزمات وعقبات، كل ده ما بيأثرش على الحب دوت. وزي ما قلت لك هو بيقول يعني، زي ما قلت لك على الرسالة اللي قلت لك ان انت طلعت فيه الحاجات الحلوة اللي جواه، وفي نفس الوقت موتت الحاجات الوحشة، لان الشخص ده ممكن كان الوحش فيه اكتر من الحلو، لكن وجودك في حياته اظهرت فيه الجوانب الحلوة، وخليته ان هو ما يطلعش اي حاجة من الجوانب الوحشة اللي ممكن تكون موجودة في شخصيته. انت لو كنت شايف ان الشخص ده طول الوقت قوي ومفيش حاجة بتأثر فيه، وان هو دايما آه دايما واقف على رجله، ودايما يعني شامخ كده، ودايما ما عندوش مشاكل، فانت غلطان. هو بيقول لك لو انت شايفني كده فانت غلطان، لان انت ما يعني معنى كده ان انت ما شفتش كل حاجة. انت ما بتشوفنيش لما بتعب او بتقهر او بتوجع ببقى عامل ازاي، ببقى ضعيف ازاي وانت مش موجود في حياتي، ببقى ضعيف ازاي وانا مشتاق لك ومش لاقيك قدامي. دي برضو من ضمن الرسائل اللي هو عايز يقولها لك. آه طيب. طيب في رسالة كمان هنا، ان هو عايز يقول لك ان بالوضع السيء اللي هو فيه دلوقتي او اللي هو واصل له ده، هو مش عايز يقرب من حد، ولا عايز يتكلم مع حد، ولا عايز حد يكون موجود في حياته غيرك انت. وفي نفس الوقت هو زعلان قوي 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 من عندك، يعني لان هو شايف ان انت دلوقتي في طاقة عند، وهو مش متعود منك على العند ده، فعندك ده مضايقه ومزعله. الابراج اللي قدامي برج الحمل والعقرب والقوس والدلو والسرطان كمان. هنكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شايف ان انت الفترة دي شوية مركز على حياتك او مركز على مستقبلك، مركز على حياتك،
ومش سائل فيه أو مكبر دماغك كده من ناحيته، يعني بتدور على حالك ومكبر دماغك من ناحيته. فده برضو حاجة مضايقاه، وبيقول لك من ضمن الرسائل: انا شايفك ان انت بعيد، وشايفك ان انت خلاص ما بقتش باصص لي، وبقيت باصص لنفسك، ما بقتش مهتم بالعلاقة وبقيت مهتم بنفسك. فانا بحاول اطلع من الطاقة السلبية اللي انا فيها او من الوجع اللي انا فيه، بان انا بهرب للذكريات اللي كانت ما بيني وما بينك، للاوقات الحلوة اللي كانت ما بيني وما بينك. باقعد كده مع نفسي أتذكّرك، أفتكر اللي كان بيحصل ما بيني وما بينك، أفتكر أشوف صورك، أطلّع شات قديم يعني أقراه. باحاول إن أنا أهرب في الماضي أو في ذكريات الماضي، لإن هو كمان متضايق، هو دلوقتي شايف نَفْسه إن هو طول الوقت في مشاكل وطول الوقت في وجع وطول الوقت في تعب، وأنت شخص بقيت بتدوّر على نَفْسك وبقيت شخص ناجح. فعنده برضه خليط من الزعل والغيرة، إن هو غيران برضه إن أنت شايف حياتك وشايف دنيتك، وإن هو تعبان وإن هو بيرجع لورا وأنت بتطلع لقدّام. تمام. فلمّا لقاك كده، لأ، طَب قال بقى: أنا لازم بقى طيب أفوق بقى لنَفْسي وأحاول إن أنا أحِل مشاكلي. شايفة إن هو عنده طاقة انتظار بقوة، يعني منتظر بصبر قوي جدًا، لحظة تحصل، لحظة حاسمة تتكلموا فيها أو توصلوا فيها لحل أنتم الاتنين، يعني تحلّوا اللي ما بينكم وما بين بعض، تحاولوا تلاقوا مخرج، تحاولوا تلاقوا باب تفتحوه علشان العلاقة دي تكمّل. فهو منتظر حاجة تجمع ما بينك وما بينه، هو عايزك وعايز يكون معاك. لإن هو بعيد عنك بيحس دايمًا إن هو عايز يرجع لك، إن هو عايز يكون موجود في حياتك، بيحس إن هو مشدود ليك، منجذب ليك، بيحس بافتقاد كبير جدًا، بيحس بلهفة، بيحس بشوق، بيحس إن هو يعني عايز يكون معاك بأي شكل من الأشكال. نكمل مع بعض. هو شغله الشاغل الفترة دي إن هو يعني بيفكّر إيه اللي ممكن يحصل يخلّي في حوار يتفتح ما بينك وما بينه. بيفكّر في حاجة تخلّيكم تتشدّوا لبعض أو يخلّيك تتكلّم معاه، لإن هو عايز يفتح لك قلبه وعايز يتكلّم معاه وعايز يطلّع حاجات كتيرة جدًا جوّاه وعايز يعترف لك بحاجات كتير وعايز يتكلّم معاك كتير. لإن هو تعبان أوي ومجروح أوي وموجوع أوي وعايز يتشافى من اللي حصل له، لإن هو كمان تعبان أوي من عندك ومن ردة فعلك، لإن هو شايف يعني هو شايف ردة فعلك قوية وشايف إن أنت بتعاند بقوة، ومش متخيّل إن دي تكون ردة فعلك، إن أنت تعاند معاه بالشكل ده أو بالطريقة دي. شايفة إن هو عايز يبعد عن كل الناس، مش عايز يكون مع حد ولا عايز حد يشوفه في الحالة دي. يعني هو دايمًا كان شخص قوي ودايمًا الناس كانت بتشوفه قوي، فهو دلوقتي مش عايز حد يشوفه في الطاقة اللي هو فيها وطاقة الضعف اللي هو فيها. طيب بيقول لك لو مش قادر، يعني في رسالة برضه منه، بيقول لك لو مش قادر تنسى المشاكل اللي حصلت ما بيني وما بينه، ومش متقبلها وخلاص مش قادر إن أنت تفتح لي قلبك وعايز تسيبني وما تكونش معايا وتبعد عني، آآ اعمل كده، بس أنا برضه هانتظر البداية الجديدة من عند ربنا. لإن هو شايف إن حتى وأنت مدّي له ضهرك، عنده أمل إنكم ترجعوا تاني لبعض، عنده أمل إن يحصل حاجة في العلاقة، عنده أمل في ربنا إن أنتم الاتنين ربنا زي ما حطّكم في طريق بعض وجمّعكم وحصل ما بينكم مشكلة وبعدتوا، طبعًا ربنا قادر إن هو يحطّكم في طريق بعض تاني وإن أنتم ترجعوا تاني. لإن هو كمان مش عارف ليه كمان هو مستسلم كده أو في طاقة انهزامية أوي كده، لإن هو شايفك إن أنت خلاص أنت في طاقة قوة فظيعة، لإن هو شايف إن أنت خلاص بصّيت لنَفْسك، بقى عندك قوة وجرأة وشجاعة وبقيت بتبُص لنَفْسك وسِبته، وشايف إن أنت دلوقتي بتحقق حاجات كتيرة جدًا إيجابية في حياتك وفي كامل قوتك، وهو منهزم وهو تعبان. تمام. فهو عنده يقين ما بينه وما بين نَفْسه إن أنتم لبعض مهما حصل، ومهما بعدتوا، ومهما رُحتوا، ومهما كل واحد راح حياته وكل واحد شاف دنيته، مسيركم هترجعوا لبعض. لإن هو لا حَب غيرك ولا هيعرف يحب غيرك، وعارف كمان إن أنت ما حبيتش غيره ولا هتعرف تحب غيره، وشايف بنسبة كبيرة جدًا إن حياته معتمدة عليك وواقفة على وجودك فيها، لإن أنت من الأشخاص
اللي بتديله إحساس بالأمان، بتديله إحساس بالاستقرار، بتديله إحساس بالسعادة، بتديله إحساس بالسلام. فطبعا هو استحالة هيتخلى عن كل ده. طيب، هو خلي بالك عارف إن كل اللي حصل ما بينك وما بينه هو السبب فيه، بس في نفس الوقت برضه هو بيلومك وبيعاتبك علشان بيحبك. هو عارف إن هو ليه الدور الكبير، أو هو ليه الإيد الكبرى في المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بينه، ولكن لومه وعتابه ليك ده عشان حبه ليك، عشان هو حاسس إن هو بيحبك، عشان هو يعني لو هو مكبر دماغه من ناحيتك مش هيلومك، مش هيعاتبك. تمام. وزي ما قلت لك برضه هو من أكتر الحاجات اللي شغلاه هو عايز يعرف أنت لسه بتحبه وعايزه ولا لأ، لأن هو شايف نفسه إن هو ضعيف جدا قدامك وفاتح لك قلبه. آه ولكن خايف برضه من ردة فعلك، وفي نفس الوقت هو مش عايز حد يعرف، مش عايز حد يعرف الضعف اللي هو فيه ده، مش عايز حد ياخد باله منه ولا حد يشوفه غيرك انت. كمان شايف ان هو لازم، يعني يعني لازم يحاول ان هو يكشف لك اي غموض مضايقك، يحل المشاكل اللي ما بينك وما بينه. انت ما بينك وما بين نفسك ممكن تكون عارف ان هو لسه محتاج لك، ممكن تكون عارف ان هو لسه عايزك، وفي نفس الوقت برضو انت خايف البعد ده يعني يأثر على مشاعركم لبعض. تمام. آه فانتوا الاتنين خايفين، انتوا الاتنين جواكم مخاوف. انتوا حاسين ان كل واحد محتاج للتاني وان كل واحد بيحب التاني، بس في نفس الوقت برضو خايفين ان البعد ده يموت الاحاسيس دي، رغم ان انتوا متأكدين منها، بس في نفس الوقت خايفين ان البعد ده يموت الاحاسيس دي. تمام. وهو كمان يعني هو كمان خايف، يمكن خايف اكتر منك، خايف ان تأثيره عليك يكون ضعيف. تمام. او ان هو ما يقدرش ان هو يخليك ان انت تفتح له قلبك تاني. ولكن انا شايفه ان هو هيحاول ان هو يغير من نفسه الفتره الجايه، وانت هتحس بالتغييرات دي. يعني شايفه ان كل حاجات سلبيه كانت بتضايقك او كانت ما بتعجبكش في العلاقه، هو هيحاول ان هو يغيرها، وانت هتحس بالتغييرات دي وهتشوفها بشكل ملحوظ. يعني هتحس ان هو اختلف، لان هو عايز ياخد فعلا خطوات ناحيتك، ولكن خطوات ايجابيه بتغييرات ايجابيه فيه. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.